مساء الخير، كل التحية للمتابعين الكرام. الهلال لا يخسر، هذه حقيقة. الهلال لم يتعرض للهزيمة هذا الموسم ويحافظ على سجله خالي من الهزائم. تعادل مثير بشق الأنفس للهلال مع النصر. يعني في ديربي مثير ما بين النصر والهلال، تعادل بهدف لمثله. تقدم اوتافيو عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة الأولى أشعل بها الديربي، ثم رد الهلال متأخرا جدا بهدف في الوقت بدل الضاع عن طريق ألكسندر متروفيتش من ركلة جزاء. لماذا لم يحافظ النصر على تقدمه، ولماذا أيضا تأخرت عودة الهلال في الشوط الثاني من المباراة؟ النصر بدأ بداية مثالية، أن تسجل في الدقيقة الأولى فهذا أمر يجعلك صاحب يعني تسيد في المباراة ونفسيا، حتى يعطي تفوق كبير للفريق الذي يتقدم. اوتافيو استغل تمريرة كريستيانو، سدد صاروخية لم ينجح ياسين بونو في التعامل معها، رغم أن الحارس المغربي قدم تصديات مذهلة بعد ذلك. شأنه كشأن الكولومبي أوسبينا أيضا تصدى العديد من المحاولات، ولكن إجمالا النصر كان أفضل في الشوط الأول. حتى في الشوط الثاني كان هناك محاولات كان يمكن أن تقتل المباراة بهدف أو بأكثر. أيضا كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، المحاولات التي لاحت للفريق النصراوي لم يستغلها بشكل الأمس. المجهود البدني له عامل كبير في هذه المباراة. المستوى البدني للنصر تراجع بشكل كبير، ما أدى إلى أن الهلال يكون أكثر تحسنا. حتى التبديلات التي أجراها جيسوس يعني هي عدلت ما بدأ به من تشكيل خاطئ، من حيث محمد البريك كان أقل لاعبي الهلال هذه المباراة. من بعده محمد كانوا هذين العنصرين تحديدا تم استبدالهما بناصر الدوسري، وأيضا في مشاركة سلمان الفرج أضافت الكثير لخط وسط الهلال. بات مستحوذ، بات يصل إلى مناطق دفاع النصر بشكل كبير. حتى ركلة الجزاء التي جاءت يعني جدلية، خبراء تحكيم عبد الله القحطاني قال أنها ليست ركلة جزاء، محمد كمال ريشة قال أنها ركلة جزاء. في وجهة نظري كانت الإعاقة من خارج منطقة الجزاء، يعني عندما مد ساديو ماني ذراعه ليحاول إبعاد سعود عبد الحميد، كانت المخالفة قد وقعت خارج المنطقة، ولكن استمرت اللعبة إلى داخل منطقة الجزاء. عموما يعني قد ترى أنت كنصراوي أن التحكيم جامل الهلال في هذا التعادل المثير، ولكن بشكل عام أيضا النصر كان من الممكن أن يخرج بنتيجة أفضل لو أن كريستيانو استغل الفرص، لو أن النصر بشكل عام كان أفضل في المجهود البدني، لو أن تغييرات لويس كاسترو لم تتأخر بهذا الشكل. وإن كنت أعذر المدرب البرتغالي، ليس لديه عناصر أخرى على الدكة تغير واقع الأمر أكثر من هذا. ديربي متعادل، النصر يتعادل مع الهلال والهلال بلا هزيمة.